السلام عليكم جماعة الخير، مساكم الله بألف خير. اليوم معنا واحدة من أقدم ساعات الغوص المحبوبة بين محبي الساعات، وأيضا مألوفة لمحبي أفلام الأكشن من الثمانينات. وهذه الساعة محبوبة لعمليتها في أشد الظروف والبساطة في تعقيداتها. وبراندنا اليوم هو البراند اللي دائما قريب لهواة الساعات في العالم العربي وآسيا ككل، وهالبراند هو العملاق الياباني سيكو. فخلينا نبدأ نفصل الساعة أكثر وأكثر من بعد المقدمة. ساعتنا اليوم تنحدر من واحدة من المجموعات اللي اعتبرها مظلومة في عالمنا العربي، وألا وهي مجموعة البروسبكس، اللي تكون اسمها من كلمتين ألا وهما البروفيشنال سبيسيفيكيشن، أو بمعنى آخر المواصفات الاحترافية. وجذور مجموعة البروسبكس جت من الساعة الأسطورية اللي تسمى 62 ماس في 1965، وهالساعة برد تاريخ طويل ومطول لساعات الغوص الأسطورية تبع سيكو. ولكن رسميا أول ساعة غوص من مجموعة البروسبكس كانت في سنة 1967، وهي السيكو 6215-7000، بجسم مصنوع من قطعة واحدة من الفولاذ وبمقاومة للماء لعمق 300 متر، وبمفتاح من نوع سكرو داون كراون موازي للساعة 4، وبزل غوص أسود ثنائي الاتجاه ومينا أسود بشعار سيكو. وبدأت هذه الساعة تاريخ غني في صناعة ساعات الغوص الاحترافية وبمواصفات مثيرة للإعجاب. فالسيكو 6215-7000 مهد الطريق لبقية المجموعة، حيث أصبح تصميم جسمها والمينا أساس تصميم كل ساعات الغوص في سيكو، ومشى الموضوع للعقود اللي بعدها ولحد اليوم. وبعد عام من إصدار ال 6115-7000 قدمت سيكو ال 6159-7000، وهي أول ساعة غوص تتميز بمحرك الهاي بيت لزيادة الدقة. وخلوا بالكم أن محركات الهاي بيت تبع سيكو اليوم تحصلها فقط في أعلى فئة من ساعات سيكو والكينج سيكو، وتعتبر من المعيار الابتدائي لساعات جراند سيكو. وفي عام 1975 قدمت سيكو أول ساعة غوص احترافية مصنوعة من التيتانيوم وبشكل دائري، واليوم ملقب بالتونة. وكانت الساعة مقاومة للصدمات والتآكل والصدى، ومقاومتها للماء كانت توصل ل 600 متر. وبعدها ب3 سنوات قدمت سيكو أول ساعة تونة بمحرك الكوارتز، واستمرت قائمة الابتكارات التقنية مما شكل تاريخ فريد في صناعة ساعات الغوص. وحسنا سيكو هو البراند الوحيد اللي أخذ جهد علشان يعمل ساعات غوص أيقونية بأكثر من تصميم واحد. ممكن نقول أن ساعاتنا اليوم تنبثق نوعا ما من مجموعة التونة من مجموعة البروسبكس. وساعاتنا اليوم بدأ إنتاجها في سنة 1982 تحت اسم H558، اللي هي أول ساعة بواجهة رقمية وواجهة أنالوج اللي جمعت ما بين ميزة المنبه والكرونوغراف. ورجع إنتاجها في سنة 2019 تكريما لذكراها، ومن كثر ما يحبها الممثل أرنولد شوارزنيغر لقبت الساعة تمنيا به. فمعكم مازن العريمي، وحبيت أوضح لكم الآراء في هذا الفيديو آراء شخصية، ودائما البسوا الساعات اللي تستمتعوا فيها واستمتعوا باللي تلبسوه. وحبيت أشكر متجر 3T على هذا التعاون، فلا تنسوا السبسكرايب لأنه يساعد القناة على النمو والتطور. فعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. وخلينا نشوف اتقان العملاق الياباني بصناعة ساعات الغوص. ساعتنا اليوم هي السيكو بروسبكس SNJ 025P1. SNJ 025P1 أو بنسميها الأرني، هي واحدة من الساعات المميزة اللي لبسها الممثل أرنولد شوارزنيغر في فيلم كوماندو في 1985، وأيضا في فيلم بريدتور في 1987، واللي خلى هالساعة مرتبطة بعالم الأكشن بما أنه أكبر أبطال العالم وكان يرتديها آنذاك. والشيء الجميل بهالساعة هو شكلها اللي ما يتأثر بالزمان، فالساعة شكلها عصري بكل الأوقات، ولهذا سيكو ما غيرت الكثير بشكل هالساعة إلا في آخر إصدار. مينا هالساعة هو بتصميم ساعات الغوص اللي متعودين عليه من سيكو، حيث يجمع 3 أنواع من المؤشرات. النوع الأول يكون بشكل مثلث على الساعة 12، والنوع الثاني اللي هو يكون بشكل الدائرة على الساعة 1 و2 وال4 وال5 وال7 وال8 وال10 وال11، والنوع الثالث اللي هو المستطيل على الساعة 3 و6 و9، مما يخلي المينا متوازن بشكل عجيب. طبعا ما ننسى الشاشة الرقمية فوق مؤشر الساعة 12، واللي له خاصية التوقيت الزمني الثاني اللي ممكن يخلي الساعة ساعة GMT، وأيضا ميزة الستوب واتش اللي ممكن تخلي الساعة ساعة كرونوغراف. طبعا ممكن تشوف تاريخ اليوم واليوم من نفس على الشاشة، وأيضا ميزة المنبه. والمؤشرات والعقارب مطلية بمارة اللومي برايت، والشاشة الرقمية لها ضوء خلفي باللون الأبيض في الظلام. جسم الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدى بحماية جانبية مصنوعة من البلاستيك اللي تعطي صلابة لجسم الساعة، واللي يخليها مقاوم للصدمات بشكل عجيب. وهكذا تتحمل الساعة 200 متر تحت الماء، واللي يعتبر نوعا ما رقم ما متواضع بالمقارنة بمنافسينها. والبزل على هذه الساعة
ب 120 تكة ويدور باتجاه واحد فقط. وأنا عن نفسي أشوف أن سيكو نوعا ما قصرت في كونها الساعة، بحيث أنه سهل الخدش بالمقارنة بزر المود في الساعة وزر الإضاءة. كريستال الساعة مصنوع من كريستال هارتلكس اللي هو شوي أصلب من كريستال الكي 1 المعدني. سوار الساعة مصنوع من السيليكون اللي هو الشائع لساعات الغوص، وعرض السوار هو 22 ملم، وله تصميم حجري من الداخل وبقفل نوعا ما كبير. محرك الساعة هو محرك H851 اللي هو محرك كوارتز يعمل بالطاقة الشمسية، ودقته تنقص أو تزيد عن 15 ثانية في كل شهر، وأيضا يمكن يعمل 6 شهور متواصلة بعد تعبئة يوم واحد. ثقن الساعة هو 13.8 ملم، وحجمها بالعرض هو 47.8 ملم، وبالطول هو 50.5 ملم من اللق إلى اللق، مما يعني أنها ساعة كبيرة نوعا ما وتنفع للأيادي الكبيرة والمتوسطة. بالنسبة لي هذه الساعة هي من الساعات العريقة من سيكو اللي جت على أثرها عدة ساعات بنفس التصميم ونفس المواصفات، وبالرغم أنها متمسكة بطابع النوستالجيا إلا أنها تعتبر مدرسة لساعات الغوص الجديدة، بالأخص أنه قليل تشوف ساعات غوص بنفس التصميم إلا من كاسيو. وهل أنا كمازن راح أحط هالساعة في مجموعتي؟ اللي تابعني على الانستغرام بيعرف الجواب. إذا معكم الخيار اليوم أي ساعة راح تاخذ من مجموعة البروسبكس؟ انتظرتكم في صندوق التعليقات. وحبيت أذكركم أن هالساعة متوفرة في متجر 3T عمان، راح أحط لكم موقعهم في صندوق الوصف. شاركوا هالفيديو مع أصحابكم وأحبائكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.